يلا نعمل النهارده مع بعض شويه مكرونه بالصلصه كده، وهعمل لكم الصلصه بقى بطريقه هتعتمدوها على طول. طاسه سخنه وحطي فيها معلقتين زيت يسخنوا، وتنزلي عليهم بمعلقه ثوم مفروم، وعليهم نص معلقه كمون ناعم ونص معلقه زعتر مفروم. الطماطم بتاعتي انا مصفياها ومسبكاها. يتشوح بقى الثوم مع التوابل، الريحه بقى بتاعتهم الجميله دي تطلع. ننزل عليهم بايه بقى؟ ننزل عليهم بمعلقه خل كبيره، تشمي بقى احلى ريحه. اديهم تقليبه، وانزلي عليهم كمان بمكعب مرقه يا دوبك يغلوا غلوه واحده مع بعض. تنزلي عليهم بالصلصه بالطماطم المتسبكه بتاعتك زي ما انت شايفه كده. الريحه طبعا صلصه لا يعلى عليها. انزلي عليهم كمان بقى بنص معلقه سكر صغيره ونص معلقه ملح، وهتدوقي احلى صلصه مكرونه. طبعا مكرونه مسلوقه عشان تظبط معاكي وتبقى حلوه. انزلي في الميه المغليه الاول بمعلقه زيت كبيره. ننزل بالمكرونه بتاعتنا على حسب طبعا الكميه اللي احنا عايزينها. المكرونه يا دوبك تغلي معاكي، وطبعا نظبط الملح بيتحط عليها، يعني الميه بتاعتها بتبقى ملحها زياده شويه، معلقه كبيره. تستوي تصفيها زي ما انت شايفه لمعه المكرونه طبعا، وكل واحده سايبه التانية ولا عجنت ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه الجمال. والصلصه بتاعتنا اتسبكت. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.